اللي حنا عندنا تضخم ديال الجهل والاميه، حنا عيينا من الجهل. حنا شنو اللي وصلنا الحكومه بحال هكا؟ الجهل ديالنا والاميه ديالنا. سي جمال معتوق راه كتطبخ ليا في راسك. سمع الجواب ديالك، سمع. الواجبات اللي كتدخل من هنا وكتخرج من هنا. خصنا نشوفوا هذا الشيء ملموس ويقولوا بها ازمه خانقه في المجال الحكومه كامله خاصها تبدل وتجي حكومه اخرى، والازويبه ديال راه كما قال لك تدخل من هنا وتخرج من هنا. الواجبات اللي كتدخل من هنا وكتخرج من هنا وكل متاخر. اللي حنا عندنا تضخم ديال الجهل والاميه، حنا عيينا من الجهل. حنا شنو اللي وصلنا الحكومه بحال هكا؟ الجهل ديالنا والاميه ديالنا، حيت ما قمناش بالواجب ديالنا في الانتخابات. وما تبقاوش تقولوا لي الانتخابات فيها الزوير، راه كتخرج 22 ولا 20 ولا 15 مليون تصوت ودير الاختيار الصحيح، و26000 طالب مشتاقين يخرجوا للشارع. باغي هو يخرج للشارع، باغي هو يحرم راسو من الدراسه ويخرج للشارع. ما كتسالوش نفسكم شنو علاش هاد الناس مصرين؟ علاش غادي نلقاو شحال مليار ديال الدرهم اللي ضيعت الحكومه اليوم بالاستهتار ديالها في التعامل مع هذا الملف ديال الطلبه ديال الطب وديال الصيدله. بداو تخرجوا دابا، دابا بداو تخرجوا مرحبا بكم، وانا كناش الطلبه يلتحقوا بالمدرجات ديالهم وان شاء الله غادي يكون حل. وحنا مشى الحال. الاحساس ديالي انا خاص الحكومه توضع الاستقاله ديالها، لانه بينت على انه فشلت في تدبير جميع الملفات الحساسه. التعليم فشلت فيه، ضيعتنا في 3 شهور من العلم والمعرفه، واخا على قد الحال داكشي اللي عندنا في المدارس العموميه، ولكن ضيعتنا. وضيعت الفلوس ديال المواطن اللي كيخلص من الضرائب ديالو. دابا كتضيعنا في 6 شهور ديال العلم والمعرفه والبحث والتعلم بالنسبه للطلبه الاطباء او الطلبه ديال كليه الطب والصيدله. ثم وزاره العدل فيها الموظفين ديال المحاكم الاضراب. شنو هو القطاع اللي اليوم فرحان؟ ما كاينش. فين تيمكن لنا نتكلوا على الناس الحكومه ونعرفوا الشده ديالها ونعرفوا القوه ديالها ونعرفوا الحنكه ديالها؟ فوقاش؟ فوق الشده في الازمات. الازمه ديال التعليم فشلت في التدبير ديالها، ومن بعد 3 شهور ولا 4 شهور عاد استأنفوا الدراسه ودازت الامور عاديه. واليوم ودوزوا البكالوريا، واليوم عاوتاني دابا الطب والصيدله ها هما 6 شهور. زعما بحال بقى تيهمنا راه حنا قربنا نوصلوا لسنه بيضاء. فاش بقات تهمنا سنه بيضاء وحنا 6 شهور ما قريناش؟ ما بقاش يهم سنه بيضاء ولا غير بيضاء. فالسؤال اللي كنطرح انا على نفسي هو شنو هو الاحساس ديال اعضاء الحكومه والوزراء اللي مسؤولين على هذا القطاع؟ شنو الاحساس ديالهم ملي كيشوفوا الطلبه ما قراوش لمده 6 أشهر؟ شنو احساسهم؟ باش كيحسوا؟ واش كيدخلوا ينعسوا في الليل ويرتاحوا مع راسهم ونوضوا لغد لي يمشيو للمكاتب ديالهم كأن شيئا لم يكن، ومشغولين بالاجتماعات وما حققوه من مكاسب للمواطن المغربي؟ ما عرف واش يقدروا ينعسوا من بعد ما كيشوفوا بانه 26,000 طالب في الشارع. وكنشكروكم بعد الحكومه، كنشكروكم على اللي استعملتوا. هذا تطور مهم جدا انكم استعملتوا سميتهم خرافيش، هذوك خراطيم المياه. خراطيم المياه. الحمد لله ما ضربتوهمش، الله يجازيكم بخير ما ضربتوهمش. هذا تطور ديمقراطي حقوقي لمسناه فيكم. هنيئا لنا بكم، هنيئا لنا باستعمال الخراطيم ضد من؟ الطلبه. شكون الطلبه؟ مجرمين كيديروا الفوضى في البلاد، كيهرسوا، كيضيعوا. اش كيديروا؟ كيطالبوا بحقوق ديالهم ادميه فاش يقراو وفاش يشتغلوا وفاش يديروا التمارين ديالهم، ومتمسكين ب7 سنوات اللي خصهم يدوزوها في الطب باش يحصلوا على شهاده الدكتوراه في الطب، وانتم بغيتوا تهبطوا لهم ل6 سنين. علاش؟ باش نشوهوا الشهاده ديالهم. ودابا عاد تخرجوا دابا بعد 6 شهور من بعد ما ضاع العام وخسرنا بدرنا الاموال
العموميه ديال المواطنين بداو تخرجوا دابا. دابا بداو تخرجوا مرحبا بكم، وانا كناش الطلبه يلتحقوا بالمدرجات ديالهم، وان شاء الله غادي يكون حل. وحنا مشى الحال اللي عطى الله عطاه. بلادنا تكرفسات، المنظومه الصحيه كلات الدق اللي واكلاه ما قدكمش. زادوا هذه ديال الحكومه الاجتماعيه والدوله الاجتماعيه. شحال كيطيح الطالب علينا في السنه؟ يمكن تيطيح لنا مليون ديال الدرهم، 1.5 مليون ديال الدرهم. راه نضربوها دابا في هاد السنه اللي ضيعنا. هادي راه سنه من دوجنبير الى يوليوز، سنه انتهت السنه. بشحال كطيح لينا؟ 26,000 طالب ولا 24,000 طالب ولا 30,000 طالب. الا كان 30,000 طالب وغير مليون ديال الدرهم للواحد، هي 30,000 مليون ديال الدرهم. دير لها عبد الرحيم العمليه يكتبها لي، شوف لي شحال من صفر. 30,000 مليون ديال الدرهم، غادي نلقاو شحال مليار ديال الدرهم اللي ضيعت الحكومه اليوم بالاستهتار ديالها في التعامل مع هذا الملف ديال الطلبه ديال الطب وديال الصيدله. لم تتحمل المسؤوليه الحكومه. هذه ماشي مسؤوليه، هذا استهتار، هذا تقصير، هذا استخفاف، هذا جهل وتجاهل الحقوق ديال الطلبه، هذا تعنت. يا سلام كيف تدبر الازمات هذه الحكومه. ولكن طبعا عادي. علاش؟ حيت دوزنا ازمه ديال التعليم وما كان حتى شي مشكل، ما كان حتى شي محاسبه، وثلاث 6 شهور ولا 7 شهور حتى هي ما تكون حتى شي محاسبه. ولكن تحاسبوا عند الله، لان تقارنا بالمساطر، تقارنا بالاقتراحات، تقارنا بالمدخلات، تقارنا بالندوات الصحفيه، كل شيء تيتكلم ولا حياه لمن تنادي. واش هاد الناس كلهم غالطين؟ و 26,000 طالب مشتاقين يخرجوا للشارع، باغي هو يخرج للشارع، باغي هو يحرم راسو من الدراسه ويخرج للشارع. ما كتسالوش نفسكم شنو علاش هاد الناس مصرين؟ علاش؟ ولكن راه عندنا عيب. فاش؟ عندنا عيب في المؤسسات التي تمثل التمثيليات، عندنا فيهم عيب. علاش عيب؟ لان الشارع فيه المحتجين، وفي الطاوله فيهم ناس اللي كيكونوا كيمثلوا داك الشارع وهو ما كيمثلوا حتى شي حاجه، حيت الشارع راه عامر. حيت ملي كنكونوا في التمثيليه تنقولوا للشارع حبس، دخل لداركم، دخل للمدرجات، كلشي كيدخل. هذا هو التمثيليه، لان حنا غادي نبداو في الحوار. ملي بغض النظر على الموضوع، بغض النظر على الشروط اللي جبتوا، بغض النظر على التجويد اللي كتبحثوا عليه، بغض النظر كيف يمكن ان يكون هناك تجويد وانتم صابرين وساكتين وقابلين الطلبه ما يقراوش 6 شهور؟ فين هو التجويد؟ هذا كيدل على ان النيه ما فيهاش تجويد، البحث والغايه ما فيهش تجويد. لكم مآرب في ذلك، لكم مآرب اخرى لا نعلمها، ولكن التاريخ يسجل على هذه الحكومه ما طرأ في الدراسه، لا التعليم ولا الطب والصيدله في هذه السنه. غيسجلها التاريخ، غيسجلها وغتبقى تكتب وغتجبد من بعد سنوات ونقولوا في عهد هذه الحكومه اشنو وقع. اي حكومه اللي جابت قالت كان عندي دوله اجتماعيه. اشنو هو الاساس ديال الاجتماعي الا ما كانش الدراسه والعلم والمعرفه والبحث؟ اللي حنا عندنا تضخم ديال الجهل والاميه، حنا عيينا من الجهل. حنا شنو اللي وصلنا الحكومه بحال هكا؟ الجهل ديالنا والاميه ديالنا، حيت ما قمناش بالواجب ديالنا في الانتخابات. وما تبقاوش تقولوا لي الانتخابات فيها تزوير. راه كتخرج 22 ولا 20 ولا 15 مليون تصوت ودير الاختيار الصحيح، ما غيكونش مجال نهائي للتزوير. وما تخلطوش ما بين الامور اللي هي ديمقراطيه اللي منخرط فيها البلاد ديالنا وحقوقيه ومنخرط فيها البلاد ديالنا، وبين سلوك وتصرفات وتدبير سيء ديال بعض المسؤولين. الثاني لا يلغي الاول، الانخراط ديال الدوله ديال المملكه المغربيه فيما نحقق الان، والكل يشهد بهذا. لكن في داخلنا حنا عارفين العيب فين كاين. والله لن نفقد الامل، ما غنفقدوش الامل وما غنسمحوش في بلادنا، وغادي نستمروا. واخا الكلام ديالنا ما عنده حتى شي قيمه، ولكن نستمروا
حنا غاديين كناكلوا شويه بشويه من داك الاميه، هذيك الاميه اللي هي واسعه، حنا كناكلوا منها شويه بشويه. كل واحد تيساهم، كل من له غير على بلاده كيساهم بشويه بشويه حتى ناكلوا داك الاميه وما تبقاش، ونشوفوا اشنو غيكون مصير هاد التفاهه والرداءه واللا مسؤوليه اللي عندنا. غتغبر مع الوقت، مع الصبر ومع الامل غادي تغبر. إن لم يكن عندكم إحساس وغيرة وندم وضمير كيأنبكم وكيعذبكم على ما آلت إليه هاد الفئة ديال الطلبة، هاد الحزن اللي خلقتوا فيهم، هاد الاضطراب اللي خلقتوا فيهم، راكم غتستمروا. ولكن مرة أخرى مثل شعبي قال له اش كيدير باك؟ قال له غياط ولا نفار؟ قال له الحمد لله على رمضان تقاضى. باش ما عطى الله إلا استمرت الأمور مازلنا عامين نصبروا، ولكن تنطلب من المغاربة ياخذوا الدرس ويستوعبوا ويكونوا مسؤولين، ونتحملوا كلنا مسؤوليتنا فردا فردا. والنهار اللي يكون عندنا انتخابات نعرفوا بأن عندنا دور مقدس، مهمة مقدسة، مهمة دستورية مقدسة، وخصنا نكونوا مسؤولين ونبحثوا ونعرفوا. وبارك عليا من الكرسي الفارغ ولا الصناديق الفارغة ولا الصوت الفارغ، قولوا